فاضل على الحلو نقطة، والحلو هو الدوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل ومساء الانتصارات ومساء البطولات ومساء أبيض جميل بلون تيشيرت الزمالك الجميل. الزمالك يفوز على سموحة ويتصدر الدوري منفردا بعد تعثر بيراميدز اليوم أمام سيراميكا والتعادل 1-1، ويبقى الزمالك على بعد نقطة واحدة من مباراة سيراميكا للفوز والحسم بطولة الدوري. إن شاء الله خير وبإذن الله تتحسم للزمالك عشان يبقى أهم دوري في تاريخ الزمالك بسبب الظروف اللي أحاطت بيه، وإن من رحم المعاناة بيتولد الأمل وبيتولد النور وبيطلع النور. النهاردة الزمالك كسب سموحة في اسكندرية في برج العرب في مباراة كانت عصيبة جدا، مباراة صعبة جدا بظروف الزمالك اللي حصلت الفترة اللي فاتت بعد التعثر امام الاهلي وقبليه امام انبي، وشوية مشاكل واصابات وحاجات كتير حصلت، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللعيبة حسموها. مبروك لكل زملكاوي، جمهور الزمالك مبروك لكل منظومة الزمالك، لعيبة مدربين جهاز فني اداره، كله مبروك مبروك لكل من هو زملكاوي في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله. النهارده الزمالك لعب المباراه، يعني كان الاسلوب يعني اللعب متباين. الشوط الاول كان شوط مش يعني متوسط او اقل من المتوسط، الشوط الثاني كان جيد، عرف الزمالك يحسم فيه المباراه ويكسب المباراه. طبعا هو لعب بتشكيل اضطراري النهارده. في الشوط الاول لعب بمهدي سليمان حارس مرمى، لعب محمد ابراهيم ظهير ايمن، ولعب بمحمد اسماعيل ومحمود وحسام عبد المجيد سرد باكات، ومحمود بن تايك ظهير ايسر، اللي هو لعب فتوح كمان هو اللي ظهير ايسر، وبن تايك قدامه جناح مع محمد شحاته ومع عبد الله السعيد وادم كايد، وقدام عدي الدباغ وناصر منسي. فيعتبر الخط الهجوم كان عدي الدباغ جناح ايمن، وناصر منسي راس حربة صريح، ومحمود بن تايك كان جناح ايسر. طبعا هو يعني يعتبر برضو تشكيل اضطراري لان بزيرة حس بتقل في العضله وبارهاق قبل المباراه، فاضطر ما يبداش بيه المباراه، وبدا المباراه بالتشكيل ده. طبعا عندنا برضو اصابه عمر جابر، لعب بمحمد ابراهيم وخلى الونش على دكه الاحتياط. الشوط الاول كان شوط مهزوز شويه للزمالك، مفيش غير فرصه واحده ضربه راس لعدي الدباغ، وكان في فرصه جدا وخطره جدا لسموحه. وفي الشوط الثاني بصراحه معتمد جمال ادار الشوط كويس وعمل 3 تغييرات مهمين جدا احدثوا الفارق في المباراه. هو نزل بزيرة ونزل شيكو بانزا، هو بزيرة وشيكو بانزا نزلهم، ونزل الونش. نزل الونش مكان محمد ابراهيم، ودخل ومحمد اسماعيل راح بقى هو باك يمين، وبقى الونش وحسام عبد المجيد، ونزل بزيرة مكان احمد فتوح، ورجع تاني محمود بن تايك باك شمال، ونزل شيكو بانزا مكان ناصر منسي. يبقى كده بقى في الشوط الثاني بقى التشكيل بقى عامل ازاي، او رسمه الملعب عامله ازاي. بقى الملعب بقى فيه مهدي سليمان حارس مرمى، ومحمد اسماعيل والونش وحسام عبد المجيد ومحمود بن تايك قدامهم في خط الوسط محمد شحاته وادم كايد وعبد الله السعيد، قدامهم خوان بزيرة وعدي الدباغ راس حربة وشيكو بانزا. وهنا بدأت بقى اللعب، وبدأ بقى خوان بزيرة، بدأ بقى من أول الشوط الثاني إن الزمالك في مستوى تاني خالص. هو عدل الملعب كده والملعب اتظبط، عندك جناحين صريحين، وعندك عبد الله السعيد اللي لعب مباراة من أجمل المباريات. أنا كنت قاسي عليه جدا بعد اللي عمله في ماتش الأهلي وهو خارج. لا، عبد الله السعيد النهارده لعب مباراة. عبد الله السعيد تحس إن هو عنده هدف عاوز يحققه رغم السن اللي هو فيه، ان هو ياخد بطوله الدوري مع ذلك، وان شاء الله ياخد بطوله الدوري مع ذلك تبقى تتويج ليه والكونفدراليه، تتويج لمشواره وتتويج لفترته مع الزمالك باذن الله. المهم بدا الزمالك، وبدا بقى تحس ان في خطوره في الهجمات، وفي ترابط بين الخطوط مع بعضيها، وفي لعب مهم بين الزمالك وبعضه، وفي هارموني ما بين اللعيبه وبعضيها، لغايه ما جت الدقيقه 62 اللي هي الدقيقه
السعاده لجمهور الزمالك واللحظه السعيده لكل الجماهير الزملكاويه. شيكو بنزا داخل من نص الملعب، قطع بعرض الملعب ولعب الكوره، لعب الكوره بالعرض، ثرو باص بالعرض لبزيرا. على فكره شيكو بنزا وبزيرا متفاهمين مع بعض جدا، خلي بالكم، ده واحد برازيلي والتاني انجولي، والاثنين بيتكلموا برتغالي، في لغه ما بينهم ولغه تفاهم ما بينهم قويه جدا في الملعب، مش حته عشان اللغه واحده، لا، هم في تفاهم ما بينهم وفي تناغم ما بينهم في الملعب. لعب الكوره لبزيرا في الجناح الايمن، بزيرا دخل بيها جوه. نقطه التحول في اللعبه انا في رايي الشخصي، محمد اسماعيل جه عمل له اوفرلاب من بره، فشتت تركيز المدافعين ما بين بزيرا ولا محمد اسماعيل هيلعب الكوره لمحمد اسماعيل. راح بزيرا قاطم من جوه الملعب ورافع الكوره بالمسطره على دماغ عدي الدباغ اللي لعب ضربه راس نموذجيه، طلع راكب الكوره زي الكتاب ما بيقول ولعب الكوره لتحت في الزاويه. الجون احمد ميهوب اتثبت في الكوره ودخلت الكوره هدف، والزمالك بدأ بعد كده يحافظ على الهدف. حصل بزيرا بعد كده حس بالإصابة تاني، واحنا عارفين ان هو انت بتلعبه مضطر ان خلاص، لان ممكن الدوري ماتش ده ماتش الدوري، فانت عاوز تكسب بأي طريقة، فخرج ونزل مكانه محمد السيد. وبعد كده حصل تغيير تاني، ادم كايد خرج ونزل مكانه احمد ربيع، والزمالك حافظ على النتيجة. الزمالك جات له بقى فرص تانية وكور تانية حصل فيها تأخير شوية، لو كانت الكور دي اتلعبت استغلت المساحات الفاضيه خلف دفاعات سموحه لشيكو بنزا كانت ممكن اسفرت عن اهداف، او لعدي الدباغ. كانت واحده لمحمد السيد، واحده لمحمد شحاته، واحده لعدي الدباغ، كلهم حصل تاخير في اللعب او حته يعني فرديه شويه في اللعب ضاع، وديت عايشتنا على اعصابنا. الملاحظ النهارده ان جزء قوي من فريق سموحه كان بيلعب بغل. على فكره التنافس صح، وانك تنزل عاوز تكسب صح جدا، انما من اول بزيرا ما نزل بدايه الشوطين، اللعيب اللي اسمه عبد الرحمن ابن الحاج عامر حسين، اللي هو كان رئيس لجنه المسابقات، اللعيب بغل معاه وعمال يضرب فيه من غير كوره، ضربه في اللعبه من غير كوره من على الخط، واللاين مان شاور للحكم والحكم اداله انذار، كان ممكن ياخد فيها طرد، وتحس ان هو عاوز يخرجه عن جو المباراه، بحيث ان ممكن ياخد انذار. على فكره بزيرا لو خد انذار ثالث هيبقى الانذار الثالث ما يلعبش ماتش سيراميكا، او عاوز تخرج تركيزه عن المباراه. وباينه قوي، وكانت باينه قوي في شويه التحامات وفي الطريقه وبرده في تضييع الوقت. حتى ظهرت ان حارس المرمى في اخر ضربه ركنيه ليهم في المباراه طالع كمان بيكمل معاهم، عادي يطلع كمل معاهم. بس ان شاء الله لما كنت تتعادل مش عارف بقى كنت هتروح تلعب دوري ابطال ولا تلعب كونفدراليه ولا سموحه تلعب ايه. المهم الحمد لله الزمالك فاز بالمباراه، فوز مهم جدا. فاضل ماتش سيراميكا اللي هو ان شاء الله باذن الله يكون هو ماتش الحسم باذن الله. الزمالك قدامه فرصتين، قدامه التعادل او المكسب، وان شاء الله يلعب على المكسب ويكسب ويكون اكبر تتويج. في حته بقى نقطه بقى بالنسبه للزمالك. الزمالك مسافر ان شاء الله بكره باذن الله، مسافر الجزائر عشان يلعب يوم السبت الجاي باذن الله يوم 9، والنهارده 5 بقينا 6 اهوت، وهيلعب يوم 9. على فكره اتحاد العاصمه اللي الزمالك هيلعبه كان عنده ماتش يوم 4، واللي هو هيلعب على ارضه في الجزائر كمان مش هيسافر، والرابطه هناك او اتحاد الكره الجزائري اجل له الماتش، واجل له الماتش الثاني اللي ما بين الذهاب والاياب. عكس الزمالك دلوقتي، واللي حصل معاه ان لعب ماتش زي ده. انا مش عارف هو زمالك، ما هو الزمالك برضه بيلعب باسم مصر والله، وهو الوحيد اللي ممثل الكره المصري، ويروح بالاجهاد ده وبالاصابات دي. بس ان شاء الله باذن الله الزمالك يوفق وكل حاجه. وكمان محطوط ماتش سيراميكا بعد الماتش الثاني ب4 ايام على طول، رغم ان محطوط يوم 20، رغم ان المفروض يتحط بعديها، لان المفروض ان اخر يوم لغايه المنتخبات تتجمع فيه لغايه يوم 25، ده على مستوى العالم كله وعلى مستوى الاتحاد الدولي، ان البطولات تنتهي على يوم 25 تكون منتهيه، عشان تبدا يوم 25 تبقى اللعيبه مع منتخباتها. فيعني يا ريت يا ريت يا ريت نشوف القصه ديت. تاني حاجه برضو ماتش سيراميكا عاوز اتكلم فيه في حاجه مهمه جدا، ده نداء لمجلس اداره الزمالك ولمحب الزمالك ولكل من هو صاحب قرار في الزمالك. جيبوا حكم اجنبي لمباراه سيراميكا من دلوقتي، جيبوا حكم اجنبي، دي مباراه موسم ومباراه بطوله ومباراه دوري. احنا شفنا امبارح في اهم برنامج رياضي الحكام بتاعت النهارده كان بيتشكك فيهم وبيتقال عليهم ايه.
فاهم؟ بيتحطوا تحت ضغوط. على فكره الحكام على دماغنا وحكام محترمه وكل حاجه، بس بيتحطوا تحت ضغط معين ممكن يعني يعمل رد فعل عكسي على الزمالك. فاحنا مش عاوزين نتحط في القصه ديت، مش عاوزين نجيب حكم محطوط تحت ضغوط غصب عنه فهيبقى مترصد ولا يحصل اي حاجه بسبب الضغوط اللي هو محطوط عليها. هو بني ادم، هو بشر. فاخلاصوا من الموضوع ده تكلفه ماتش واحد ببطوله، مش محتاجه تجارب. فان شاء الله يا ريت تجيبوا بقى، يبقى في حكم اجنبي ان شاء الله، وحكم اجنبي لمباراه سيراميكا باذن الله، عشان ان شاء الله الزمالك يحسم ويكون حسم قبلها الكونفدراليه، ويبقى موسم ولا اجمل ولا اروع. النهارده في لقطه لمعتمد جمال اللي انا بقول له يعني ربنا بيكرمك وربنا بيعوضك خير عن ايام ما لعبت وعن الاصابات اللي حصلت لك، رغم ان انت كنت لعيب كبير جدا وكنت يعني كان مستنيك مستقبل باهر كبير جدا في الملاعب. النهارده كان في لحظه وهو مميل كده وماسك شيكوبانزا وبيزيرا بين الشوطين عفوا، وهو مميل معاهم الاتنين كده وعمال يديهم التعليمات واعصابه سايبه قوي. والله انا حسيت في اللحظه دي ان ربنا هيكرمه، لان كان شكله مخطوف كده، وشكله الانسان دايما يعني دايما ان بعد العسر يسر، فربنا دايما بيدي اليسر بعد كده. فانا حسيت ان ربنا هيكرمه، لان هو انسان محترم جدا كمان على المستوى الشخصي، وانما الاعمال بالنيات. المهم مبروك للزمالك، ان شاء الله نشوف نهائي الكونفدراليه بقى. هنبدا بقى في الكونفدراليه من اول يوم السبت. الفريق مسافر النهارده ان شاء الله، اللي هو النهارده الاربع، يعني احنا خلاص بقى عندنا الساعه 12، فعشان كده لان كان النهارده طبعا في مباراه تانية بعد ماتش الزمالك مهمه جدا، الارسنال واتلتيكو مدريد. والارسنال وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا من سنين ما وصلهاش، من ساعه ما لعب برشلونه في بدايه الالفيه. فسبحان الله يعني الزمالك، انا برضو بحب الارسنال، فيعني كان يوم جميل. المهم الزمالك ان شاء الله مسافر الجزائر، ان شاء الله يرجع باذن الله بنتيجه ايجابيه من هناك باذن الله في مباراه الذهاب، ويحسم هنا في مباراه العوده، عشان نبدا نفكر بعد كده في ايه، في الدوري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني يكون ده شهر الانتصارات وشهر الفوز بالكونفدراليه وشهر الفوز بالدوري العام يا رب العالمين. وان شاء الله من بكره باذن الله هبدا بقى اعمل لكم ان شاء الله فيديوهات عن اتحاد العاصمه والمباراه اللي هنلعبها في استاد 5 يوليو في الجزائر، اللي هو الاستاد الكبير الرئيسي، اللي هو الاستاد التاريخي في الجزائر اللي الزمالك هيلاعب فيه اتحاد العاصمه. وان شاء الله موفقين باذن الله، وان شاء الله الزمالك موفق ويرجع بنتيجه ايجابيه من هناك ان شاء الله، تسهل المهمه هنا، وان شاء الله يكون شهر الانتصارات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.